8 مصارعين كشفوا اسرار المصارعه قدام الكاميرا، في اللي بالغلط وفي اللي كان قاصد. وبعد ما نتكلم عن ال8 مصارعين دول هندخل كمان على 3 خدع ناس كتير ما خدوش بالهم منها، فانا متاكد انك هتشوف حاجات اول مره تشوفها. بس قبل ما ابدا لازم اشكركم على كومنتاتكم العسل دي، شكرا جدا ليكم، وشكر خاص لاخونا ذا لاست وان على دعمه للقناه لانه اول منتسب في القناه. وصلى على النبي ويلا نبتدي. رقم 1 كيفن اوينز. لما يكون مخطط ان المصارع ينزف في اي ماتش بيبقى قدامه طرق من دول. لو هينزف من بقه بيستخدم كبسوله زي بالظبط اللي حصل مع ريم ميستيريو في المشهد المرعب ده. وعندنا طريقه تانية وهي اللي بجد، لما المصارع يضرب الخصم بقوه او يخبطه جامد في عمود الحلبه، ودي الطريقه الصعبه بتاعت الناس اللي من عينة ميك فولي كده. الطريقه بقى المشهوره جدا واللي بتتعمل في اغلب الاحيان وهي شفره الحلاقه، يعني المصارع ياخد له ضربه كده وفي الدرع يقوم شاطط خط في وشه او في قرطه، ومع العرق بقى الكاتشب بيزيد. في العاده الشفره دي المصارعين بيخبوها في ايديهم عند المعصم كده، وساعات بتبقى مع الحكم بيديها للمصارع في الوقت المناسب. وفي الانيميشن تشامبر بقى يا معلم 2025 ماتش سامي زين وكيفن اوينز، كان مقرر ان كيفن اوينز هينزف في الماتش ده، بس ده ما حصلش لان اثناء المباراه الشفره وقعت من كيفن اوينز وظهرت بشكل واضح جدا، وده خلاهم في الماتش ده يستغنوا عن الكاتشب. وبصراحه المباراه ما تاثرتش خالص بده، بالعكس ده واحده من اجمد المباريات في 2025. والحوار ده برضه حصل قبل كده مع جون سينا لما كان بيلعب ضد راندي اورتن، بس اعتقد الناس كلها كانت عارفه الحته دي. رقم 2 راندي اورتن. في 2014 انتشر مقطع لراندي اورتن، بجد مشهد غريب رغم اني اتضايقت، ولكن في نفس الوقت المشهد ضحكني جدا. بعد نهايه عرض الرو ظهر فيديو راندي اورتن وهو مرمي والمفروض انه واخد علقه محترمه وعامل سيلينج وكده، بس المعلم سأل واحد من اعضاء الانتاج وقال له ايه العرض خلص ولا لسه؟ واول ما قال له ان العرض خلص راندي قام وقف السيلينج ولا كأن في حاجه حصلت، ودي حاجه وحشه جدا بجد. يعني احنا عارفين انها تمثيل، بس ما تقوليش في وشي. وفي ناس كتير قوي اتضايقت من المشهد ده وحقهم بصراحه، ده لو كان مصارع جديد كان زمان مكمان نفخه، بس ده راندي اورتن بقى يا عم يعمل اللي هو عايزه. رقم 3 بول هيمان. الدبليو دبليو قدمت عرض المفروض انه غير مكتوب، يعني مش متحضر الكلام اللي هيتقال فيه، والعرض ده كان توكينج سماك. ورغم ان العرض معمول على اساس انه مش مكتوب او مش متحضر، الا ان ماكمان عايز يحشر نفسه برضه في اي حاجه لازم يحط البصمه بتاعته، وعمل كده مع بول هيمان في سنه 2020. في العرض ده هيمان كشف بالغلط عن ملحوظه كتبها له فينس ماكمان مكتوب فيها جميع العواقب لو رومان خسر، والكلام هنا على مباراه رومان رينز وجاي اوسو في الهيل ان سيل. وماكمان بقى عايز بول هيمان يقول العواقب اللي هتحصل لو رومان خسر والكلام ده كله، بس تم الكشف عنها بالغلط. والفكره ان العروض دي يعني المفروض ما تبقاش مكتوبه، ده تلاقي ماكمان كان بياكل في نفسه في الباك ستيج. رقم 4 راندي اورتن. لسه من شويه كنا بنتكلم عن ريم ميستيريو ومشهد الكبسوله مع كالي، هي حركه ذكيه بصراحه، وواحد زي ناكامورا ومعظم مصارعين اليابان بيستخدموها في البخ. ناكامورا طبعا قرفنا في عداوته مع كودي رودز بيها، وناكامورا بصراحه محترف جدا في الحوار ده. راندي اورتن بقى ما عرفش يخبي، لان اثناء ما راندي اورتن كان في عداوه مع ذا فيند المفروض انه هيطلع سائل اسود من بقه، ولكن لو ركزت شويه هتلاقي واضح جدا ان راندي اورتن بيحط الكبسوله قبل المشهد بالظبط. اظن واضحه خالص ما فيهاش كلام، ويلا بينا على اللي بعده. رقم 5 مايكل كول. مايكل كول دوره الرئيسي انه يوجه الجماهير ويحمسهم خلال الماتش، وبرضه شويه معلومات واحصائيات كده زي علي محمد علي. فينس ماكمان بقى كان دايما بيتواصل مع مايكل كول ويوجهه انه يقرا اللي مكتوب في الورقه. وفي ريسل مانيا 32 ماتش شين ماكمان والاندرتيكر زي ما انت شايف لقطه تاريخيه لشين ماكمان وهو بيطير من فوق القفص. انت لو مالكش في حاجه اسمها تعليق هتتحمس برضه وردة فعلك هتكون جامده، بس زي ما انت شايف واحد محترف زي مايكل كول ماسك الورقه وقاعد يقرا منها، انت متخيل؟ رغم ان الموضوع مش مستاهل، ومايكل كول معلق قديم وكويس جدا، ولكن العيب مش عليه، العيب على ماكمان. فينس ماكمان قال له يلتزم بالنص حرفيا، اللي هو مثلا مش يقول معنى الكلام، لا يا باشا ده عايزه يقول الكلام حرف بحرف، وماكمان كان هيزعله لو ما عملش كده. بس دلوقتي وبعد رحيل فينس ماكمان اظن الوضع اختلف. رقم 6 MVP. افضل الماتشات بصريا دايما كانت بتكون ماتشات الجحيم، النار بتبقى حوالين الحلبة وبيبقى مشهد جامد. واحدة من المباريات دي كانت في سنة 2006 كين ضد MVP بقى صرح في ريسل فيست انه كان لابس بدلة تحت لبسه الاساسي، وقال ان الشغل مع كين في النوع ده من الماتشات كان بيكون مرعب، فهو كان لابس بدلة بتحميه من النار، وطبعا ده سر كبير من اسرار المصارعة، بس اعتقد انه مش هيفرق كتير بقى، ده الماتش من 20 سنة.
رقم 7 تكر. في 2020 ميز كان بيلاعب اوتيس على الشنطة، وبعتذر جدا ليكم لان فكرتكم ان اوتيس فاز بالشنطة، دي اعبث حاجة شفتها في الدبليو دبليو اي. ما علينا، المهم تكر غدر بصديقه اوتيس وتحول لهيل وساعد ميز على الفوز. اصل ميز طبعا محتاج مساعدة علشان يفوز على اوتيس. يا عم احلى مسا عليكم. المهم بعدها ميز وجون ميرسون كانوا في مقابلة خلف الكواليس، وقطعهم تكر فجأة ومش واخد بالك من حاجة. تكر ماسك ورقة في ايده، وده البرومو طبعا الكلام اللي المفروض يقوله يعني، ولما اخد باله رياكشناته اتغيرت ورمى الورقة على اساس كده محدش خد باله يعني. اصحى يا باشا، ده احنا في 2020. بيقولك بقى ماكمان كان متضايق جدا من ده، ومن بعدها المصارع ده اتهمش تهميشة سودا، نزلوه تحت خالص على اللقب اللي هو ال 24/7 ده، وبعدها بكام شهر اتسرح من الشركة. رقم 8 جيف جاريت وهالك هوجن وفينس روسو. طيب اللحظة دي انا اتكلمت عليها في فيديو الخروج عن النص، ابقى خش شوفه هيعجبك ان شاء الله. المهم هتكلم عليها تاني. سنة 2000 في الدبليو سي دبليو عرض باشا تزابيتش، جيف جاريت بيدافع عن لقب الدبليو سي دبليو قدام هالك هوجن، وفي الاول قالوا ان جيف جاريت هيفوز بس هوجن رفض، ووقتها كان عنده بند في عقده بيخليه يتحكم في نهاية ماتشاته عادي، فقالوا خلاص بقى ما باليد حيلة، وخلاص هوجن هيفوز بالماتش. وبدأ الماتش وجيف جاريت نام على الحلبة وقال له هوجن يلا يا باشا ثبت، وهوجن مسك المايك وقال هو ده السبب اللي مخلي الشركة بالوضع الزبالة ده. فينس روسو بقى كاتب السيناريوهات كان واقف بيشوف الماتش وقتها، فكلام هوجن ضايقه، وبعد ما هوجن ثبت واخد اللقب فينس روسو طلع وقعد يهزق في هالك هوجن واخد اللقب ورجعه لجيف جاريت تاني. هتقول لي بقى ايه السر اللي هنا؟ هقول لك سر ايه؟ قول اسرار. اعتقد وقتها لو اي حد عنده شك ان المصارعة مش سيناريوهات، الشك ده اكيد اختفى. احنا بنسمع ماتش مصارعة، مالنا احنا ومال مشاكلكم الادارية؟ دي حاجة تقرف. وتقريبا دي اللحظة الوحيدة اللي 3 مصارعين خرجوا فيها عن النص في نفس الوقت. طيب يا معلم كده اتكلمنا عن المصارعين اللي كشفوا اسرار المصارعة، تعال بقى اقول لك على 3 خدع ممكن جدا ما تكونش اخدت بالك منهم. اول خدعه معانا كانت في عرض الرو في شهر اكتوبر سنه 1999. ستون كولد ستيف اوستن حبس تريبل اتش مع افعى في نفس الغرفه، ودي واحده من اخطر الافاعي في العالم، لدغتها قاتله وقدامنا باينه جدا انها مش مزيفه، بس لو تاخد بالك في باب ازاز بين تريبل اتش والافعى ده، حتى انعكاس تريبل اتش واضح جدا. وحصلت برضو قبلها مع التيميت وورير بس كانت محترفه شويه عن دي. رقم 2 درو ماكنتاير ضد بابي لاشلي في الهيلا ناسيل 2021. ما كانش فيه جماهير وقتها. المهم لاشلي رمى درو ماكنتاير على الترابيزه، بس كان في تحت الترابيزه مخده او وساده ما شفناهاش، ايوه، ولكن شفنا الراجل اللي خباها. اخر خدعه معانا بقى وخدعه عبثيه بالمناسبه، فينس ماكمان طول عمره بيحاول يظهر المصارعين بشكل ضخم بشكل غير واقعي. طيب الكلام ده كان زمان، ده المفروض لان في 2021 فقره في الخواليس، ده المفروض لان في 2021 في الكواليس كانت في فقره بين ريمستيريو واوستن ثيري. الكاميرا رجعت ورا شويه كده وشفنا ايه بقى؟ شفنا المذيع منحني، وده طبعا علشان يظهر المصارعين بشكل اكبر واضخم. طيب الكلام ده كان بيجيب زمان في التسعينات الابطال الخارقين والشغل الاهطل ده. ماكمان ده حركاته قديمه جدا بجد. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. مستني بقى رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وفعل الجرس، واستنى مني كل جديد، وسلام.